السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الحياتي، طريقة سهلة وبسيطة. احنا عملنا مع بعض الحواوشي وعيناه في الفريزر، وفي نفس الوقت عملت الكفتة وعملت الهمبرجر. بس الكفتة هنزلها النهاردة وبكرة ان شاء الله الايه الهمبرجر. تمام، بس انا عملتهم كلهم في ساعة واحدة، يعني مش عينت اللحمة في الفريزر وبعدين طلعتها قلت لسه هعينها وارجع تاني اطلعها تفك وكده، لا قلت مرة واحدة. هتتعبي شوية بس هترتاحي. وقت ما تعوزيها هتلاقيها، بدل ما تجيبي اكل من بره، بدل ما تصرفي كتير. اي نعم اللحمه غاليه بس برضه هتبقى ارخص من بره. تمام. هنا معانا نص كيلو لحمه مفروم وعليه كيس بيكنج باودر، وهنا كنت بشرة بصله حط عليها شويه ملح، خدت منها شويه عصرتهم من الميه وشويه نزلتهم، باقي البصله حطيتهم بالميه. ماشي، يبقى اللحمه وبيكنج باودر والبصله صغنونه، بصله عاديه صغنونه. عصرت منها شوية بصل حطيتهم، وشوية البصل الباقيين حطيتهم بميتهم عادي. قال لو مش عايزة شوية المية دول عشان اصبع بيهم كنت حطيت البصل عادي بميتها. تمام. ودي شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية جوز الطيب وشوية سكر وشوية بقدونس اهو زي ما انتوا شايفين كده، وبنفضل نعجن فيهم كده مع بعض. تمام. بس انا صراحة كان جنبي الكبة فقلت ايه اديهم ضربة في الكبة بدل ما افضل اعجن فيهم. الكبة كنت بعمل فيها بصل حواوشي وكده فقلت ايه بالمرة. تمام. اما لو مش موجودة ممكن تفضلي تعجني فيها بايديكي كده 10 دقايق ولا حاجة وبس كده، وان شاء الله هي مش هتفك منكي خالص. البودر هيخليها معاكي ما شاء الله جامدة وحلوة ومش هتفك منكي خالص. تمام. وبس كده، ولا تشتري بهارات من بره ولا تشتري حاجة، هي بس البهارات اللي حطيناها عليها دي وهتبقى ما شاء الله زي الفل. وهنا اهو بوريكم الشكل بعد ما اديتها ضربة في الكبة، شوفوا ما شاء الله اهي. عايزه بقى انتي تصبعي بالخله دي ماشي، عايزه تصبعيها كده بايديكي ماشي. بنحط ايدينا كده في ميه البصل وبنصبعها، لا اما على الخله لا اما بايدينا عادي اللي يريحك، يعني اللي انتي عايزاه. تمام. بحط هنا في الطبق عشان هشيلها في الفريزر، في اي وقت هحتاجها هطلعها. مثلا جايه من بره، كان ورايا مشوار اطلع بسرعه واسويها على طول. مثلا قايمه متاخر، اي حاجه يعني براحتك. تمام. وهنا اهو أنا صبعت الكفته بس مش هسيبها بالخله، هطلعها منها بس، وانتي بتطلعيها بتتفلكش شويه بس انا بظبطها وبحطها في الطبق. عايزه تسيبيها كده بالخله تمام سيبيها براحتك، ومش تحاولي تصغري في الصابع، لازم يكون كده تخين ما شاء الله وحلو. علشان كده كده في التسويه ايه بيجل شويه معانا بيصغر. الكفته لازم تكش معانا زي اللحمه بنيجي نسلقها، تبقي مقطع حته كبيره تيجي تحطها في الميه سبحان الله بتكش. فزي ما بقول لكم كده وبس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. اما بالنسبه للتسويه هنجيب طاسه على النار زي ما عملنا الحواوشي ونحط فيها سمنه ونرص الكفته ونقلبها على الوشين لحد ما تاخد اللون الذهبي وتستوي، مش بتاخد سوا على فكره. واعملها فحمه واغطيها شويه هتاخد ريحه الفحم. واكون مجهزه طبق فيه بقدونس ومجهزه عيش ومجهزه سلطه وطحينه وبالهنا والشفا. عايزه تدخليها الفرن بتولعي فوق وتحت وبتدخليها الفرن، مش بتاخد برضو 10 دقايق في الفرن، تبقي برضو مجهزه لها الفحمه بتاعتها. عايزه تحطي تحتها بطاطس براحتك، المهم هي موجوده وانت حره فيها، مع مكرونه ماشي. وبس كده يا حبايبي، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.